قائد القوى البريه صارت بالفاتحه، فاتحه بالجامع هذا مال عمر، مدري شو اسمه هو الجامع؟ اي عمر الفاروق بشارع فلسطين. ليش شهرتك شهره بالجامع؟ اشدك بالقبه والله لو ما اخاف من الله. صارت الفاتحه مالها بالقوى البريه، تعرف اجى ستاف كامل الدوله كلها جت للجامع. اجى عبد الامير الشمري، ايش قايل له؟ التموا مجلس الحزبيه، حرام شريفكم يا والله. المنطقه كلها ملتمه وعلى ضمنهم هو هذا ابو الجامع، والله لو يشوفون ابو الجامع كان قطره مال عين. ابتفلى فقد الوعي. قايل له عمي ادخيل الله وادخيله، قايل لعبد الامير الشمري هيابه بخدمتكم. قالوا له هذا بيت ابو عزرائيل، وراح ينهب بيوتنا. كتبوا له قائمه بالمنطقه كلهم مشتكين، الاعم الاغلب السنه. دخيل الله ودخيله، قال لهم عافوا وهو ظالم. قال لهم عوفوه يبني ويسقف ويكمل انا اهدمه. هسه لو قايلين لي الجبناء يابا ترى اشتكينا عليك لا تصرف، والله العظيم اخذتها. هسه راح تكلفني بعد 6 سنوات ادفع من الراتب مالي 190,000. هذا ما عدا ذبيت على السياره وكذا. المهم ف بنيت وكملت، وهذا جاي يلتحق. قال له ابو عزرائيل جاي قوه كامله وشفرات اللي يفلشون بيتك. عمي دخيل الكعبه ليش؟ قلت له بس اعطيني الضابط، هذا جيراننا خطيه مقابلنا هو اللي خابرني. قلت له ها اخويا ملازمه والعلي يمكن. قالوا ابو عزرائيل والله عندنا امر تفليش. قلت له ليش تفليش؟ شكو؟ قال قلت له اذا حواسم فلشوا هاي اللي بصفي، اما اذا علي غير نعرف من تجيبي لي مثلا. قال اخوي تعال بسرعه اذا تقدر. جيت لقيت ابو الامانه، وهذا ابو الامانه قلت له اخي انسحب انت. قال عندنا امر. قلت له انسحب لا احطك بالراديتر. انسحب. وين الضابط انت؟ تعال خويا. وين مقدم رعد؟ خابرت مقدم رعد. قال والله ابو عزرائيل من عمليات بغداد جت تفليش. عمي عندك كتاب؟ لا. هسه لا تحشون بالسياق يا دوله، انتم جاي تشوفونا. اذا بالسياق وين الكتاب؟ ماكو، بدون كتاب. شوف باوع هذا الظلم بعينه يا ناس. انا من اتكلم هذا الكلام امام الله حرقه بقلبي حتى ارجع ان شاء الله اموت بجاه الزهراء واخلص من هالظلم مال الدوله والقانون والناس الجبناء. اكو عندنا بالشعب العراقي، ما تشوف لحد الجبناء الله سلطهم علينا، لان اكو بينا جبناء. فقلت له اعطيني الضابط. قال من عمليات بغداد، وهذا مدير التجاوزات. خابرت مدير التجاوزات، هو خوش انسان. المهم صايحت وياه. قلت له بن حسين اذا تمزن تعال هدي. المهم تعرفوا ساعة شيطان. رحت له اني اشتكى علي بالحركه وكذا. قالوا لي ليش تهدد مدير التجاوزات؟ ما اريد اذكر اسمه، انسان طيب هو. رحت له قلت له اولا انا من هديتك ما عندي مشكله وياك، وهسه وبعد ليش هالشكل؟ قال ابو عزرائيل والله اجت اوامر وكذا. سبحان الله، يعني انا قاعد اشرب يمه شاي اعتذرت له، يعني صارت اعتذار بيناتنا، زحمه هو اخونا وكذا، وخابروني من الحركه وانا ناطق رسمي باسم الحركه، يعني عيب هاي محسوبه علي. يولي البيت ويولي اهلي كلهم، والله ما زال الانسان سمحته طيبه. هاي هي. فانا قاعد اجي اشرب شاي، خابرت الامينه باوع يا الامينه، امينه الدهر ان شاء الله. فرشوا بيت ابو درع، فرشوا بيت ابو درع. فاتح سبيكر هو. قال له يا ابو درع. قلت له هذا ابو درع. قال ابو عزرائيل. قالت ايه فرشوا بيت ابو عزرائيل. هي حتى الاسم ما تعرفه. قال لها صار ستمه واحنا جايين نفذ. قالت له هسه تفلش بيت ابو عزرائيل. ولك هبل غير نفتهم شكو. هو سد خطير الرجال جاب عليه وزيره. اني سبحان الله، وانتم كلكم تعرفون بيجي كلة الشباب والله مصخمين 30 يوم ما ننزل مرات. يعني حزت بقلبي يا ناس، والله 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 ظلم عندنا. يعني انا ابو عزرائيل وش يسوون بي؟ لا عند الفقير شو يسوون بي؟ يوقف نفسه واذا قطعت تقدم الدستور حسبت شكو. سبحان الله، الوزيره فلشوا يابا شكو. قال لها قدامك ابو عزرائيل وانت تصيح علينا الصبح وكذا. قلت له عم انا خادم لنداس رجلك وانا اسف، الظاهر احنا ناس فقره، والله ترى ما بكم شغله. وابو عزرائيل وكذا الا اقتل يلا، انا ما اقتل بالحسين، بس اللي يتعدى علي وحق على بتيزابه موعه وانا على الدين دينه. اذا باطل
واذا كافر مثل الدواعش. اما على ربعي بس الجبان اللي يطلع على الرياض مات على جماعته وعلى الناس الفقره. اما اذا داعشي بالعباس بحوضه ما تيزاب، فذول اذا اعتبرهم دواعش انا اصير ارهابي بعد دوله. قلت له اطلع يا ولد، طلعوا في مال لا خابرت مقدمات. قلت له فلش. قال شنو السالفه؟ قلت له والله. المهم خابروني بالليل قالوا ابو عزرائيل، هو واحد جيرانه ما يدري شنو الموضوع، قال ابو عزرائيل جت قوه توسط الشارع يجي يفلشون. قلت له اعطيني اياه. منو؟ قال عميد. قلت له انا جايك 10 دقائق. رحت المغرب طالوا ولدنا، والله العظيم القوه اللي جايه هو الواظافر كان عليهم. نزلت عمي قلت له شنو هاي؟ قال له طحين العميد. قلت له عمي انتم مسويتون طحين؟ ترى شيء حذافيره يشهد الله. قلت له عمي هاي القوه جايبينها اطبيها بيجي، كان وين ضميتوهم؟ كنتوا ضامينهم؟ قال والله شو نسوي هاي اوامر واحنا عبد المامور. قلت له لا اوقف. قلت له انا ابو عزرائيل واعرف تكليف الشرعي. انت لا تقول انت عبد المامور، عمي انت عبد الله، لان اذا المامور ظالم انت تصير عبد الظالم، وانت لا تقول عبد المامور بعد، هذا السياق عيب. قلت له انا انت اكبر مني ان شاء الله وافهم مني. قلت له بعد هاي مال عبد المامور المفردات لا تقولونها، انتم عبد الله سبحانه وتعالى، لكن قول اادي واجبي وين اكون ظالم، فبعد انت وياه بعد الله يحاسبكم. قال ابو عزرائيل احنا اخوتك. قلت له عمي ترى انا بالحشد مو داعش. قلت له يعني هسه من راح تهدمون بيتي ما فكرتوا من تصلون من تقولون اياك نعبد واياك نستعين؟ يعني شو تقولون لله باكر؟ هدمنا بيت ابو عزرائيل والله زحمه لسانه حتى بنحكيها يعني ذاك شمت فينا دواعش، بس يلا ما يخالف حتى اخذ الناس الباطله. الامر من عبد الامير الشمري، ومن الطلع الامر لعبد الامير الشمري. هاي الناس الجبناء دخيلك والله كلهم النوب انا خطبت فيهم حكيت كلها ضمت روسها مثل الجريديه مثل النعامه، اسد علي وفي الحروب نعامه. يعني انا هسه باستطاعتي كل شيء اسوي بالمنطقه والله الا علقك بالقبه لو اريد اللو اذا شرط، يعني مثل ما يقول لا تتمني بس ما اسويها، انا اقول لا. الله سبحانه وتعالى طانا دين، طانا تكليف شرعي نمشي عليه، اذا انا على مطابقات اقتل لي بشرا مدان والله خرب الطابقات. لا اقول لك ولا تقول لي. قلت له اهدم بلش. بوقتها العميد قال له خابره لو اظافر يمكن، لان هو قال له هذا عبد اليمين الشمري مو عبد اليمين الشمري ما يخابر هو لو اظافر. قال له ايش ما هدمت؟ قال له سيدي مو عائلته بالبيت. قال له اهدم يعني بشرفك. قال له ابو حزين عائلته بالبيت. قال له اهدم ايش قبل لام لعد؟ زين انت ما تخاف عائلتك شو يصير بيها؟ ولذلك كانوا بالدار يسمعون اخوان بالاتصالات يقولوا لي ابو عزرائيل كانت ابو فاطمه مقضيها هيك ادري تشتغل شوف لك شغله مثلا استفاد، والله حتى الغاز ما ابيعه. اقول حرام. زين انت اذا صار عندك مرض يقولوا لي شو يصير مثلا انت وين منين تجيب فلوس؟ قلت لهم الله يعرف ايش عندي وما عندي. اقوى مرض يصير عندنا فلاونزا، الله ما يسوي بيه سرطان ويوقع شعره واموت ويصير بيه سرطان مثل ذولاك الناس والابره بكذا ورقه، لا الله يعرف ايش عندي. اقوى مرض فلاونزا يصير، الله صاحب الفقير عمي. فالله سبحانه وتعالى من بينا بالعافيه هاي نعمه ستر وخلانا نقاتل هاي الدواعش نواصب العصر. بالمناسبه اكو مغالطه، واحد يقول نواصب عبالهم السنه. عمي السنه وين والناصبي شيء، الناصبي شيء والوهابي شيء والسني شيء اخر. هسه الناصبي والوهابي هذا قاتل وهذا وهابي غلط، اما السنه ما له شغله اخي العزيز، السنه اخواننا ان شاء الله وكلنا له عقيدته يعني ما عنده اشكال، اخواننا بالعراق يعني، فالسنه مو نواصب على كل. بس هاي دقات ما جبناء سووها بوقتها يعني بشارع دزينا على رحنا عشاير عمان هم بالعشاير. لو اريد هسه بالمناسبه ايه العميد ايش قلت له؟ قلت له باوع انت اذا تهدم وانا مجاميع عندي ترى بالمناسبه بعد تاكل الوجه. قلت له راح نقاتلكم وتصير مصادمات بشارع فلسطين، وهذا قاذف وهذا بيكيس وتكاتلنا وراح الدم والبلوكات تبقى خرب ليش دي علينا. قلت له بيهدم حقنا من الدماء وفدوه والله العظيم حتى جنود اتهسترت قالوا والله مع الاسف. قلت لهم راح خطيه ولازم هو العلي شرف فلسطين الله يستر عليه خطيه. 100,000 الطاني يقول لي هاي وياك انا ابو عزرائيل والله يا تبكي. يقول هاي 100,000 بس مريد الدم. عمي قلت له شنو 100,000 يا جداني؟ يعني هذا من طيبه قلبه الله يستر عليه لان يدري بينا والله بدي انا يا عم جماعه.
زين انت عبد الامير الشمري عباك الله ما يباوع. شوف وين الله طشرهم. عبد الامير الشمري طقوا لك بيبسي خلوك وين بالتفتيش. الله يوفقك. مقدم راعد اخوي وصديقي يعني هسه نقلوه للفلوجه ونواف ظافر هسه وين بالموصل يمنا هنا. الله يطشركم. انا بصحه جيده نعمه ما طول موجودين الدواعش كتلوا ببلاش والبيت مالي ذاك مهدوم الا علقه بالتيل اللي يبني بالقاع اللي انا بيها. لان انا شوف هدموا البيت هاي غير هاي فلشوا الاستقبال والدرج ووقعوه ورا 3 ايام خابروني قالوا ابو عزيره هيهدمون لك تمشي يهدمون بس هذا الزراعيه قال لا هو نفس البيت جابتهم غير هدموه. قالوا لا عبد الامير الشمري دز نقار. لك شنو من دين انت عندك الشمري بنقار فلشه. على كل شوف الجبناء المنطقه ارتاحيتوا لك لو باقي قهوه احسن لكم. بالمناسبه ان شاء الله راح يسوون استغفر الله يا ربي اذا يصير قهوه وملتقى يمكم احسن مال الكاوليه لان ما قبلتوا انا وعائلتي اجي يمكم والله وبخدمتكم بوقتها. على كل حال نسيت اني يشهد الله مالي شغله انتم بحل مني وقلت لك لو اريد انت نفسك ابو الجامع خرب صلاتك الا علقك بالقبه يم الله هاي مو مكتوبه الله علقك فيها باستطاعتي والله كل شيء اقدر اسوي بس لا هذا غدر يسمونه وانا ما اريد اصير مثل الثعلب. راح وهم محولي لكم موهبك بعد شو تريد. الله سبحانه وتعالى